دائما مع الزواج مشاهدينا فقرة مدونة، واليوم غنتكلموا على الزواج المختلط. باش نتكلموا بدقة على هذا الموضوع حاضر معنا اليوم المحامية بهيئة الدار البيضاء نزهة الأزريفي. مرحبا بك معنا. مرحبا، ميرسي، شكرا نوال. بارك الله فيك. فقبل ما نبداو غنبغي نعرفوا معك شنو هو التعريف القانوني ديال الزواج المختلط. الزواج المختلط هو واحد الزواج كيكونوا فيه طرفين، طرف عنده جنسيه مغربيه والطرف الثاني عنده جنسيه اجنبيه. بالتالي فمعيار اللي كيحدد المعنى الزواج المختلط هو الجنسيه وليس الاسلام. فيمكن ان يكون الطرفين مسلمين كما يمكن ان يكون احد الطرفين مسلم والاخر غير مسلم. صحيح ان مدونه الاسره قالت وحددت بصراحة أن من الموانع المؤقتة ديال الزواج هو زواج المسلمة بغير المسلم وزواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية. بالتالي فالمسلمة لا يمكن أن تتزوج غير مسلم ما لم يعتنق ديانة الإسلام، في حين أن الزوج يمكن أن يتزوج امرأة غير مسلمة على أن تكون كتابية مسيحية أو نصرانية أو يهودية. هادشي بالنسبة للتعريف القانوني ديال الزواج. غنبغي نعرف معك بالنسبة لمدونة الأسرة واش كاين شي مستجدات وكاين شي جديد؟ هو اللي نقدر نقول لك نوال هي ان مدونه الاسره الاحكام ديالها جميعها كتحكم كذلك ماشي فقط الزواج، كتحكم الزواج جميع انواع. فبمجرد ان يكون كيستوفي الزواج المختلط جميع شروط الصحه ديالو كيبقى خاضع لمدونه الاسره. المقتضى ولا المستجد اللي نقدروا نضيفوا كذلك هو ان في الماده 14 ديال مدونه الاسره المشرع صرح لي عطى الحق للمغاربه المقيمين بالخارج ان يعقدوا الزواج ديالهم لدى القنصليات في البلد الاقامه ديالهم، على ان يكون ذلك طبعا باستجماع جميع الشروط القانونيه للزواج من جهه، وان يتم ايداع نسخه من عقد الزواج لدى قنصليه المغرب في البلد الاقامه. هذيك الشروط فشنو هما الشروط اللي خصها توفر باش نقوموا بواحد الزواج مختلط اللي يكون سليم قانونيا؟ شنو الاجراءات؟ فوالا عندنا شروط وعندنا الاجراءات. بالنسبه للشروط اساسا الشروط كاين خص الشروط ثانيا نرجعوا للفصل مدونه الاسره الماده 13 كتقول بان الاهليه ووجوب الايجاب والقبول، توافر ركن الايجاب والقبول، وكذلك ان يتم امام عدلين، اضافه الى الاسلام ان يكون لكان الزوج خصو يكون مسلم يعتنق ديانه الاسلام. اما بالنسبه للزوجه فهذا غير ضروري. بالنسبه للوثائق في حاله الزواج المختلط كاينه مجموعه الوثائق هي شويه كتبان طويله ولكن ممكن نقصروها فوالا ممكن نقصروها. بالنسبه للزوج الطرف الاجنبي الوثائق كيخص الشهاده ديال الكفاءه، كيخص الشهاده تاع السجل العدلي المركزي، شهاده السجل عدم السوابق، شهاده الجنسيه، كذلك كيخص شهاده الاقامه ونسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، نسخه من جواز السفر ديالو، وكذلك نسخه من الصفحه اللي كتثبت تاريخ الدخول ديالو الى التراب المغربي. بالاضافه لذلك كيكون واحد ما يثبت الدخل ديالو ديال الزوج ماديا بطبيعه الحال. واضيف الى ذلك عندنا شهاده طبيه كتثبت الصحه ديالو من جميع الامراض، ونسخه موجزه من عقد الاستياد، واربع صور فوتوغرافيه. بالنسبه للطرف المغربي وثائق نفس الوثائق اللي كيطلبها العاجله اللي كتم الزواج، وهي بطبيعه الحال شهاده اداريه ديال اللي كنا كنقولوا عليها قبل شهاده العزوبه. عندنا كذلك شهاده ديال نسخه موجزه من عقد الاستياد، عندنا شهاده طبيه واربع صور فوتوغرافيه. هادو هما الوثائق اللي كتكون كطلب من اجل اتمام زواج مختلط. هادشي بالنسبه للاجراءات. تبارك الله عليك كتبسطنا الامور، فغنتكلموا اكثر بدقه منين نجمعوا هاد الوثائق مع الشخص عفوا اللي اختارنا باش نكملوا مع حياتنا واللي غادي يكون اجنبي، عند من نمشيو وشكون نقصدوا. فوالا تماما. اذا هنا كاين جوج تاع لي زيتاب. كاين ليتاب اللي غنجيبوا الوثائق خصوصا بالطرف الاجنبي. شويه الوثائق كتبان بانها صعيبه ولكن في الاصل هي سهله وسهل الحصول عليها. خصك تعرف المصلحه اللي بحال مثلا بالنسبه لشهاده الكفاءه. شهاده الكفاءه كناخذوها كيمشي الطرف الاجنبي كياخذها من القنصليه ديال البلاد ديالو اللي كاينه في المغرب وكيصادق عليها لدى وزاره الخارجيه كتكون في الرباط. هذه شهاده الكفاءه. شهاده السجل العدلي المركزي نسينا يمكن ما قلناش من بين الوثائق. كذلك شهاده الجنسيه كنظن غفلناها هي ضروريه. شهاده السجل العدلي المركزي كتخاد من مصالح السجل العدلي المركزي بالرباط في وزاره العدل. اما شهاده عدم السوابق هذه كيجيبها من البلاد ديالو من السلطات المختصه في البلد ديالو، ولا تعدى عليه الامر قد يجيبها من هنا من القنصليه ديال البلد ديالو في المغرب. بالنسبه لشهاده الجنسيه كتخاد هذه من السلطات ديال البلد ديالو كذلك، او يقدر ياخذها من القنصليه في المغرب.
داكوغ. كتبقى دابا بالنسبه للاجراءات كيتخاذوا جميع هاد الوثائق بحال كنصوبوا اون روسيت، كيتخاذوا هاد الوثائق كلهم، كنكونوا ملف. هاد الملف كنديروا معاه كنضيفوا عليه واحد الطلب، كيكتبوا الزوج والزوجه كيوقعوه بجوج، مقطوع طلب تاع الخطيب والمخطوبه كيوضعوه عند السيد قاضي شؤون الاسره. هو بطبيعه الحال كيبت في الطلب من بعد ما كيستوفي جميع الاجراءات ومن بعد الاطلاع على الوثائق كيبت الطلب الموافقه. اون فوا كتخاد الموافقه كتمشي يقدر يمشيو عند العدول وكيديروا يوثقوا الزواج ديالهم. هادشي يعني باش كتكون المراحل سليمه وتيكون واحد الزواج 100% سليم كيف ما تنقولوا حنا بالمغربيه تماما، وخاضع لاحكام مدونه الاسره اللي كتقول بان الزواج، لان من بين مدونه الاسره كتقول بان اي عقد وقع ما بين طرف اجنبي وطرف مغربي فهو كيخضع للاحكام ديالها والقانون المغربي. أستاذة نزهان الأزالفي كنشكرك على الحضور ديالك، غنستمروا معك ان شاء الله في الفقره المقبله دائما على الزواج مختلط وندققوا بدقه من بعد ما عرفنا شنو هي الشروط القانونيه كذلك التعريف القانوني. وعند من نمشيو حنا مشاهدينا غادي نمشيو للاستهلاك وغنتعرفوا على الاجراءات اللي خصنا نقوموا بها في حاله ضياع لي كارت بونكير ديالنا. وعند من نمشيو نشاهدوا جميع.